تجيب معلقه كبيره يا عم، معلقه صغيره قوي. معلقه صغيره قوي. العيش فين يا ولاد؟ انتوا حاطين قدامي 6 اصناف وجايبين لي معالق ومش جايبين العيش ولا جايبين في ايه؟ هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ اكيد زهقتوا من السلطات التقليديه وعايزين تجربوا سلطه جديده، يبقى اكيد سلطه هايبر مول. النهارده هكلمكم على 6 انواع سلطات مختلفه من هايبر مول خطيره. اول نوع معانا من سلطات هايبر مول الجامده سلطه ميلانو بالسوسيس. تعالوا بقى ندوق سوا كل نوع ونتكلم عن مكوناته. ايه الجمال والحلاوه دي؟ السلطه ديت بتتكون من سوسيس وكاتشب وزيتون شرايح. الصراحه جامده جدا، بين كل طعم والتاني هنفصل بميه. سلطه كازابلانكا بالسوسيس، نجرب مع بعض ونشوف جمال كازابلانكا بالسوسيس عامل ايه. رهيبه بجد. السلطه الجامده ديت عباره عن سوسيس وشيدر وخضار وكيري، قريش تحابيش. بالاسماء كده اكيد عرفتم مكوناتها. نجرب مع بعض ونشوف جمال قريش تحابيش. فعلا متحبشه واخر جمال. مكوناتها جبنه قريش وخضار وحبه البركه، فظيعه. مش بالطحينه، الطبق الجامد اللي مفيش جدال عليه. نجرب مع بعض ونشوف جماله عامل ازاي. جامد والله العظيم جامد. مكوناته مش وطحينه فلفل الوان، صراحه فظيع. كيري بسطرمه بتودي الفطار في حته تانية وتالتة ورابعه وخمسه. ناخد معلقه مع بعض ونجرب جمال كيري بالبسطرمه. واو بجد جميلة. مكوناتها كيري، قطع بسطرمة وخضار، فظيعة. سلطة شيدر. نجرب مع بعض ونشوف الاختراع ده عامل ايه. ده بقى بجد فعلا اختراع جامد جدا. مكوناتها عبارة عن شيدر مبشور وخضار وزيتون شرايح. اختراع. اللي جربهم بقى يقول لنا رأيه فيهم، واللي لسه ما جربهمش يجربهم دلوقتي وبألف هنا وشفا على قلبكم. سلام.